جبت لك خبيزات ديال الفران عامرين بلي زيبينار اولا سبانخ والفرomاج، كيجيو رائعين بنان ما تشبعيش منهم. الا بغيتي تعرفي كيفاش كيتقادو خليك معايا نوريك كيفاش. ندوز نوجد العجينه كيف كتشوفي معايا هنايا. غادي ندير هنا كاس ديال الماء دافي، غادي نزيد عليه معلقه ديال الخميره الفوريه اولا خميره حبيبات، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل يعني الخميره المعجونه. هنا عندي جوج زلايف ديال الدقيق الابيض اولا ديال الفورص، مع زلافه ديال الفينو اولا دقيق القمح الصلب الرقيق، يعني الرقيق بزاف. عندي هنا الملحه، معلقه الملحه، معلقه السكر، وصافي. غادي نجمع الخليط ديالي بالماء دافي، زين نحاول نعجنو بالماء دافي مزيان، وندير له الماء الكافي يعني باش غادي يتعجن. من بعد غادي نديرو في الروبو ولا العجان باش يتعرك مزيان ويتخدم. وغادي ندوزو باش نوجدو الحشوه. هنا عندي واحد بصله مشلضه مع شويه ديال الزيت، درتهم في مقله خليتها حتى طاحت مزيان و يعني دبالت دخل معها الطياب. غادي نضيف دابا السبانخ ديالي اولا لي زيبينا بعد ما غسلتهم على هذا الشكل هذا. غادي نخليهم حتى يهبطوا مزيان وينشفوا من داك الماء ديالهم مع التحراك. بطبيعه الحال ضروري ما تحركوا ما تخليوش حتى يلصق. هنا عندي الملح البزار وشويه ديال سكينجبير اولا زنجبيل. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نستعمل، وبطبيعه الحال غادي نستمر في التحراك حتى ما يبقاش نهائيا الماء، حيت كنعرفوا بلي لي زيبينار كيطلقوا الماء بزاف. هنا كيف كتشوفوا انا خديت يعني العجين بعد ما تعجن درتو كويرات وستفتو في هذا البلاطو من بعد ما دهنته في الزيت، وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وخليته جانبا. هنا عندي لي زيبينا والبصله ديالي هما يعني صافي واجدين. غادي نضيف جبن الفيتا كيف كتشوفوا هنا. انا بالنسبه للاجبان اولا لي فروماج استعملوا اللي بغيتو، ماشي يعني ضروري تستعملوا اللي استعملت انا. هنا عندي هذا الجبن هذا اللي فيه الاعشاب المنسمه وفيه الثومه. غادي ندير بواطه كامله. كيف قلت لكم نتوما استعملوا اللي يعجبكم اللي كتفضلوا. انا استعملت هاد الجوج هادو، نتوما تقدروا تستعملوا اي جبن غير هو ما ديروش هذاك الموتزاريلا. بغيتو ديروا لا موتزاريلا ديروها، ولكن ديروا غير شويه لان غادي تذوب وغادي تقدر تخرج لكم من الحشوه. حاولوا ديروا بحال هاد الاجبان هادو اللي كيكونوا كريميين، يعني واخا يتعرضوا للحراره ما كيذوبوش. انتما كتشوفوا انا حركت هاد ولا خلطت هاد الفرomاج مع الخليط ديالي. خديت لاطه ديال الفرن فرشت فيها ورق الطهي ودهنته بالزيت دهنه خفيفه. هنا غادي نبدا باش نعمر الخبيزات ديالي. غادي ناخذ كل كويره بعد ما دهنت سطح العمل بالزيت بحال هكا. غادي ديروا واحد شويه ما نقرصوهاش بزاف غير شويه، ونديروا الحشوه لداخل تقريبا واحد المعلقه كبيره. وغادي نحاول نجمعها اولا نقرصها من داك الجناب باش نتجمع وما تحلش ليا. غادي نحطها في اللاطه وغادي نستمر بنفس الطريقه مع الكويرات الاخرين ولا الخبيزات الاخرين اللي بقاو ليا. هذيك اللاطه اللي وريتكم غادي ندير فيها 4 ديال الخبيزات، هي اللي هادشي اللي غادي تهز ليا. هانتوما البنات انا راني قرصت واحد الحبه ولا واحد الخبيزه، غادي نحاول نقرص معكم حتى الثانيه. هانتوما البنات المهم مخصوش يكون غليظ بزاف، كذلك مخصوش يكون رقيق بزاف لان غادي نخليه يخمر، يعني غادي يزيد يطلع. هانتوما انا كيعجبني صراحه يكون رقيق باش فاش كيخمر كيجي هو هذاك. هانتوما كيجي رقيق. غادي نكرسهم كاملين بنفس الطريقه ومن بعد غادي نحطهم باش يخمروا.
كيف ما كنقول لكم ديما شحال ما خمروا شحال ما كيجيو زوينين. وها هما الخبيزات ديالي من بعد ما خمروا، شوفوا كيفاش كيجيو. ان انا خليتهم مده طويله تقريبا العشيه كامله. هنا عندي صفار البيض خديته ودرته مع شويه ديال الصوجه، وندهن بهم، ولا غادي ندهن الوجه ديال الخبيزات ديالي على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ واحد قطيب ديال الشوا ولا بغوشيط وغادي نتك به هاد الخبيزات باش ما يطرطقوش. ضروري خصهم يتنفسوا بحال هكا باش ما يتنفخوش بزاف وما يجيوش زوينين. صافي غادي ندخلهم دابا للفران على درجه حراره 200 حتى يطيبوا ونخرجهم. وها الخبيزات ديالي كيف كتشوفوا هنا كيجيو رائعين محمرين، والمذاق ما نقول لكمش، والريحه ما نقول لكمش. واعرين بزاف وزوينين بزاف. المهم انا راه حمرتهم، يعني درتهم بعدتهم على الفوق وهبطتهم لتحت، حمرتهم من التحت هو الاول. صافي هما كيجيو هما هادوك. كتشوفوا نتوما كتردوا البال، دوروا الطبسيل الا بان لكم تحمر من واحد الجهه والجهه باقيه خصكم تدوروه. صافي كتقابلوهم حتى كيوجدوا، راه كيجيو فنين رائعين ولذاذ وبنان. مع واحد البريد ديالاتي ما نقول لكمش.